بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يا صباح الفل ويا صباح الجمال ويا صباح الهنا ويا صباح الرزق. صباحكم معطر بذكر الله يا حبايب قلب زوزو. صباحكم هنا. حطوا لايكات يا امارات يا امارات يا سكرات يا شربطات يا عسلات. حطوا لايك للفيديو، كومنت حلو نتشجع بكده. انا عارفه ان انتم مكسلين من الحر ومسخسخين ومفرهضين وفي الحر سايحين. اي والله العظيم، ده انا هقول لكم اشعار على الحر ده يا ولاد. تمام، عاملين ايه؟ حطوا لايك، حطوا لايك وكومنت. طبعا اللايك ده براحتكم، انا بس بفكركم بس. صباحكم زي الفل، والروتين خفيف النهارده، احنا في الجو حر، وكمان الناس مش طايقه نفسها من الحر ومش عايزه تقوم ومفرهدين، بس هتناموا ابدا. مع زاهيه لا تغمض عينيك وما تروحش لمحطه تانيه ولا القناه تانيه، عندنا روتينات حلوه زي العسل. دي روتانا سينما دي ولا ايه؟ معرفش. طبعا الغسيل ما بيخلصش، بس النهارده بقى ايه الغسيل بتاعنا؟ كانت العجين بتاعتي الخروج اللي كانت معانا واحنا في المصيف، فهناك الميه بتاعت المصيف هناك في راس البر، ميه الكلور، نسبه الكلور فيها عاليه، فبصراحه بهدلت لي خالص العبيان اللي هي البيت اللي هي الصفراء والزيتي. جربت خلتها لونها جرب كده، وبرده كان في بناطيل كتير كده برده لابو محمد كحل وزيتي وكده، كنت جايبها له جديده، برده غيرت اللون. فبصراحه لما لقيت هناك كده فخفت ان انا اغسل الهدوم بتاعتنا بتاعت الخروج بتاعت ابو محمد وبتاعتي. فقلت لما اروح البيت ايه اضمنها العبايه بمبلغ وقدره، يعني ابوظها، وانا لسه كانت اول لابسه واحنا كنا هناك. فطبعا عندنا هنحطهم في الغساله. صوتي واطي، اقسم بالله لو صوتي واطي يبقى انا غلطان. هنحطهم في الغساله يتغسلوا، وتعالوا نشوف هنعمل روتين النهارده كده، وربنا ييسر الامور وسيبوها على الله. وحطوا لايك يا قمر يا حبايب قلبي. هنحط بقى ايه العبيان بتاعتنا، ايه ربك هو انا كنت بخرج بها ايه وباجي على طول، بس استنى اما اشتري الحزام بتاع العبايه ده اهي. ملهاش لازمه ان هي تتغسل الحزام، هي مش وسخين، بس شايفين الديل بتاعها يا ولاد، عايزه اقصرهم كمان شويه لانه طوال قوي. هحطهم بقى ايه يتشطفوا شطفه بنت ناس كده محترمين، شايفين اهي. شوفوا العبايه بقى الفاتحه عامله ازاي. فانا خفت بصراحه اغسلهم هناك يبوظوا. خساره 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 فراقك يا جاره، عينيا بتبكي عليك بحراره. ودي بقى اللي جاب الاغنيه دي هنا، مش عارفه والله، بس نعمل ايه بقى. 5 تشجيع يا ولاد اهو. انا بس هشطف بسم الله. هات الحزام جوه. انا هشطف بس التيشيرت بتاع ابو محمد دهوت كده على ايدي، بسم الله. إيه اهو. دي مش دي، ده اهي، لان انا خايفه العود يكون بحط لون ولا حاجه يقوم مبهدل لي الدنيا. فانا هشطفه فين؟ هشطفه على الحوض. تمام. هنا بقى يا حبايب قلبي هحط بقى البرسيل او الاريال او اي مسحوق. انا بدل ما بحطه فين في الدرج بحطه هنا على طول. ما يجراش حاجه، كله هيدوب اهو. الناس بقى اللي بتقول لي كتير من التعليقات، يا زاهيه ايه الغساله بتاعتك نوعها ايه؟ الغساله بتاعتي نوعها ايه يا ابو محمد؟ نوعها ايه؟ استنى كده اما افتكر. على بالي بس هواي اللي جي يا عم اهي اهي والله، اهي والله. معلش يا جماعه الحر اقسم بالله عامل عندنا زهايمر. اهي اللي جي طبعا. هي كام كيلو؟ كام كيلو؟ خدت علي نسيت كام كيلو. ايه اكبر حاجه؟ كانت اكبر حاجه، كانت اكبر مقاس يعني. تمام. بتشغلها ازاي؟ اهو زرار التشغيل. تمام. وانا كده مظبطه البرنامج بتاعها، بقوم متكيه على هنا على كام؟ على 7. تمام. والعصر بتاعها اللي هو المتوسط، وهنا الغسيل العادي. تمام. ونقوم مشغلينها بتشتغل مع نفسها. كام كيلو؟ اقسم بالله ماني فاكره. طبعا بقى يا حبايب قلبي الغساله اشتغلت، ربنا يا رب ينفعها بالسلامه والكهرباء ما تقطعش. قادر يا كريم، قادر يا كريم. لان بصراحه الكهرباء عامله معانا الجلاش، عامله معانا الجلاشه بصراحه يعني، عامله معانا الواجب والزياده. حتى هتلاقوا الفيديوهات كده بعد فيديوهات هتلاقي فيها الكهرباء قطع، بس هعمل ايه؟ شغل لازم يعملوا. ولو عطلت بقى على ما الكهرباء تيجي والله العظيم ما هناكل ولا هنشرب. فاستحملونا يا جماعه على ما الكهرباء بتاعتنا تيجي. ولو نزلنا فيديو لا على القنوات معلش برضو يبقى من التحميل وكمان من الكهرباء، فبيكون غصب عننا.
هنا كان معانا كده شويه كوبايات اهو الحمد لله، يعني كانت المواعين النهارده خفيف. تمام، نشطفها بقى يا حبايبي ونشوف نكمل ايه يومنا ازاي. بس تشجيع منكم كده، فانتوا بتشجعوني فبالله عليكم تشجيعكم اللي هو ايه بقى؟ بكومنتاتكم الحلوه، باللايكات بتاعتكم الجميله، بمشاهدات الفيديو، دي التشجيع بقى. والله العظيم كلامكم بيسعدني، كلامكم بيسعدني، وكلامكم وتعليقاتكم الحلوه بتديني طاقه ايجابيه، بتخليني بعد ما بكون مكسله والله اقوم اتشجع لما اخش كده والاقي كومنت حلو وكلام حلو كده بيشجع. والله العظيم ما تعرفوا الفرحه اللي بتبقى جوايا ازاي. ربنا يا رب يجعلكم من جابرين الخواطر دايما يا رب، واكبر بخاطركم. كل كلمه سلف ودين، اي كلمه بتقوليها والله حلوه بتترد لك في يوم من الايام، برضه مش حلوه بتترد لك في يوم من الايام. ربنا ما بينساش اي حد والله. نغسل بقى مواعيننا والحمد لله كده يا ابو محمد عشان يعرفوا برضه ان انا ست شاطره وجدعه ومشطبه مطبخي من بدري اهو. قلت لهم مرهم كده الماضي التكات على الغساله بطلتها ده باللانس كده يا ابو محمد. عطلنا الكهرباء تقطع. شغاله اهي. كده يا حبايب قلبي شطبت المطبخ. هو كده كده انا كنت مشطباه يعني للامانه، بس غسلت الحوض اهوت وخليته زي الفل، وكمان غسلت البوتاجاز ده مقدس قبل ما اشتغل على البوتاجاز لازم يكون مغسول اهو، وخليته زي الفل. وكمان مسحت الرخامه اهو، ويوسف وابو محمد بره بيتخانقوا سوا من الحر. وكمان مسحت المطبخ. تعالوا بقى نكمل بقيه الشغل بتاعنا. وكمان الغساله شغاله اهي تمام زي العسل. تعالوا هنعمل ايه؟ هنقفل النور لحسن هما كده كده هيقطعوها، فاحنا بأدبنا كده نقفل النور اهو. تعالوا بقى يا حبايب قلبي هنعمل ايه؟ هنغسل اعزكم الله، ننضف ايه؟ الحمام تنظيفه بنت ناس كده ومحترمه. طبعا الشبابيك هنفضها على السرير يرحمكم الله. طبعا انا واقفه بره عشان محدش يقول بقى زي انت بتجيبي اسم الله في قلب الحمام. لا يا جماعه والله انا بره اهو، وبحاول بس ان انا بتكلم بره قبل ما ادخل الحمام علشان خاطر ايه ببقى اقول الله وبذكر ربنا كتير فبخاف، فبخلينا اكمل كلامي فين بره. تمام يلا يا جماعه حطوا لايك بقى يلا. في الحر دي ما المفروض تشجعونا باللايك عشان المجهود بتاعي بصراحه يعني. صباحكم زي اللبن الحليب ان شاء الله. هنا ابو محمد بقى لقينا الشفاط بصراحه كليته تراب، فناديت له بقى ايه يشتاله علشان اشطفه. هو مش هيبقى فيه دهون ولا حاجه لان هو مش في المطبخ، هو هنا هيبقى فيه تراب بس. اشطفه على السريع شطفه كده بنت ناس محترمه علشان ايه نحس ان المكان نظيف وزي الفل اهو. تمام اهو شايفين بس اللي فيه ايه اهو. هات كده يا ابو محمد اهو تراب كليته تراب 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 تراب. شايفين اهو شايفين. يمكن احنا بنهتم ببتاع المطبخ اكتر من بتاع الحمام لانه شايفين ده كله تراب ما هوش فيه دهون اهو. يلا ايه تسلم يا ابو محمد. يلا انسى يا اختي شبكتي. كده خلصنا ايه اول مرحله الشباك. ندخل بقى فين؟ ندخل بقى على مرحله الشفاط علشان هو طبعا بتاع الحمام فما فيش فيه دهون ولا حاجه. تمام اهو. حتى لو من غير سلك اصلا هتلاقوه نضيف.
طبعا الشفار بيتغسل ويتركب. نغسل بقى ايه الحمام كده. انا هغسل السيراميك بس على قد ما انا هطول، ونمسك بقى القعده وكل حاجه نغسلها. ونشاط اهو بشجعكم. شجعونا شجعونا يا ولاد شجعونا. بحبكم في كل حاجه. ما بعرفش انا اغسل اي سيراميك او اي حاجه بايه فعاليه. لا، السلكه ديت انجاز انجاز. تنظف كده وتخلي الدنيا تبرق، بالرغم ان ابو محمد قال لي بوظت الحوض وبوظت القعده والسير الذهب اشتلتيه، بس ما اعرفش بقى، هو لازم كده وخلاص. لازم اغسلها بالسلك. بص انا بتحس ان الدنيا بتلمع. ما تجيش نفسك بالغسل اللي ده غسل. السلك المية نازلة من الخزان سخنة، كأنها نازلة من السخان. ايه رأيكم في النظافة بقى؟ واللي انتي عايش 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 عايش. بس هنحط بقى ايه؟ الليفة والصابونة ونكمل بقى ايه؟ خلصت الحمام وريحه الانتعاش بقى طالعه ما اقولكوش عسل. شفتوا السيراميك بيلمع 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 فله 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 فله. شايفين اهو، والحوض والحنفيه عسل عسل يا زوزو عسل اهو. كمان القعده طبعا ما بغسلهاش معاكم عشان الناس اللي مش بتحب الطريقه دي. تمام كده زي الفل، عسل 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 كده عسل. والسيراميك بتاع الارضيه اهو، ريحه الانتعاش بقى والريحه تحفه. يلا تعالوا معانا، يلا. لسه خلصت يا زي؟ ابدا والله لسه الروتين بتاعنا ما خلصش. حط لايك يا اميره والشوفات زي العسل اهو. يلا. طبعا بما ان هدومي بقى اتبلت وهننشر هنا الغسيل. انا نشر غسيل في الشقه فوق والله. ما انا كنت غسله جامده من يوم امبارح، ما رضيتش انشرها في البلكونه. عارفين ليه؟ الشمس الشديده ديت تبوظ لكم الالوان بتاعت الهدوم، تخلي لونها يجرب، يعني لونها يبقى فاتح، الشمس تلهفها يعني. فانا بقى بالفقاقه بتاعتي كده، وانتوا عارفين زوزو ام الاختراعات، قلت لا مش هنشر انا في البلكونه، اطلع انشرهم مكان ما احنا بننشر فين؟ في الشقه فوق. نشرت اول دورين وجيت انشر الدور الثالث، لقيت الهدوم اللي انا نشرها نشفت. الميه بتغلي على الصوت، اقسم بالله نار. غسيله كده نار، الميه سخنه. وهنا طبعا ما ينفعش بقى انشر الهدوم لان الحجاب فوق ملانه. انشر بقى الهدوم والسور والبلكونه مش نضاف. اوعي ازعل مني. يبقى ما تتفرجيش على روتينات زوزو بقى لو نشرت كده والبلكونه مش نظيفه. يا لهوي، حاجه تقع كده على الارضيه تتبهدل غسيل يا عيني. يبقى كده ما اتعلمناش حاجه. اكتر واحده بتحب البلبطه، بس الجو حار، يستاهل البلبطه والله.
يعني مسحتها مره عشان كانت فيها تراب، وقمت جايبه ميه نظيفه بقى شطفتها. طبعا هي الميه اصلا في الارضيه سخنه، وهتلاقيها نشفت في الوقت الثانيه ده، هتلاقي الارضيه ده نشفت. كده حبايب قلبي خلصت البلكونه، يا رب الصوت يكون واضح. ونشرت الغسيل اهو، الدور اللي احنا حطيناه في الغسيل، العبيان بتاعت الخروج، والتيشيرتات بتاعت ابو محمد بتاعت الخروج برضو. تمام. وده كان الفيديو بتاعنا النهارده، واقسم بالله الكهرباء قطعت والحمد لله ان الفيديو فصلناه واحنا بره في البلكونه. اشوفكم في فيديو جديد، ما تنسوش بقى تحطوا لايك وشير للفيديو وكومنت حلو، وبحبكم في الله، والسلام عليكم. اوعوا تروحوا لاي حته ولا تخرجوا من المحطه وحطوا لايك. السلام عليكم.